اللي حصل ان الام لما دعت على ابنها في ساعة غضب، اللي حصل ان الابن نزل للأسف رجع ويعتبر مرجعش. ازاي؟ انه حصل حادثة وبعد كده حصل بتر في رجليه. بدل ما كانت تفرح بابنها العمر كله بقت شايلة ابنها العمر كله وبتعيط بدل الدموع دم. عشان كده بنقول بلاش يا جماعة ندعي على عيالنا، بلاش في وقت الغضب. حاولي تمسكي نفسك. ولد بيقول ان هو كان بيحب واحدة زميلته وقال لأهله عليها ووافقوا، وبعدين راحوا خطبوها والدنيا ماشية تمام. الأم من النوع اللي هي بتحب تسمع لكلام أختها الكبير، وكلام أختها الكبيرة بيمشي على الكل. فالأخت الكبيرة كرهت الأم في البنت، وبعد ما كانت موافقة على البنت رفضت البنت. الولد قال لها أنا بحبها، قال لها إيه؟ قالت له إيه يعني تروح واحدة تيجي 10؟ المهم رضايا. قال لها بس أنا عايزها وهكمل حياتي معاها أيا كان اللي هيحصل. الأم سمعت الكلام ده، وطبعا زي ما يكون ما كانتش مستوعبة ان ابنها يقول لها كده. كل اللي عملته دعت عليه، قالت له روح ربنا ما يهنيك. وللأسف العيل نزل او الولد نزل، واول ما طلع على الطريق وهو ماشي عمل حادثة. الحادثة أثرت عليه بإيه؟ إن هو بطل رجليه. بدل ما الأم كانت تفرح بابنها وبجوازه وبخلفته بقت شايلاه العمر كله. شفت آخرة الدعاوي إيه؟ لذلك بنقول يا جماعة ما ندعيش على عيالنا، صدقوني هيجي وقت وتندموا على كل لحظة بتقولوها وكل دعوة. الضنا غالي وما بيجيش بسهولة، ممكن تتحرمي منه العمر كله. ليه؟ إلا دعوة الأم في وقت ممكن يكون باب السما مفتوح فيه وتلاقيه الدعوة استجابت. والله إن هي حصلت قدام عيني. إن في مرة كان في الشارع عندنا، وكانت الأم مش راضية عن ابنها، وكان جاي من سفر والولد نزل. والله العظيم ما كملش على أول الشارع، طلع بالموتوسيكل. اول ما طلع على على اول الشارع كانت العربية شايلاه. فبلاش، ابوس ايديكوا بلاش تدعوا على عيالكم. هتقولوا بالواحد بيبقى غصب عنه، هقولكوا وانا متفقة معاكم. انا ساعات ببقى غصب عني وابقى زعلانه ومتعصبه من محمد ان هو ما بيسمعش الكلام، وارجع اقول يا رب لو النبي يا رب ما تسمعليش. مش اقصد ان انا اذا كنت ادعي عليه ولا بتاع، واقعد احاسب نفسي طول اليوم وافضل اعيط ان انا خليت قلبي يعمل كده. فبلاش. جت برضو هقولكوا برضو كانت المشكلة ديت، وبعدين واحدة نزلت مشكلتها عشان تقول لهم اتعظوا من الدعاء على الولاد. الام ديت ما كانش معاها الا ولد. الولد ده كان مريض وهي مش قادرة تستغنى عنه، وكانت في كل صلاتها تدعي ان ربنا يخليه لها. لفت عليه المستشفيات والدكاترة وكله عليها ما بقاش فيه امل. يعني تتوقعي ان هو في اي لحظة ان ربنا يسترد امانته تاني. الام ما كانتش متخيلة، فضلت 15 يوم على سجادة الصلاة شايلة ابنها وبتعيط وبتدعي ربنا ان هو يخليه ليها. وفي لحظة حست، ما تعرفش جالها السكون ده ازاي. خلصت وهي قاعدة على سجادة الصلاة وشايلة ابنها معاها على كتفها، دعت وقالت له يا رب اذا كان هو مش هيبقى قادر يعيش وهيفضل يتألم كده، خلاص يا رب استرد امانتك. وزي ما يكون ربنا مستنيها تدعي الدعوة عشان تبقى يسترد امانته. كان عشان من كتر ما هي عمالة تدعي تقول يا رب خليهولي، كان موجود معاها بس موجود وهو بيتألم معاها. ومجرد ما قالت يا رب خلاص استرد امانتك يا رب، في نفس اللحظة والله بتقول ان الولد اعصابه كلها فلتت. زي ما بتقول زي ما يكون ربنا كان مستنيني ان انا ادعي الدعوة ديت عشان يسترد امانته.
فبتقول بلاش يا جماعة، بلاش تدعوا على عيالكم، الضنا غالي ومحد يعني، ولما بنتحرم منه بنلف ونعمل عمايل الدنيا كلها ودكاترة، ونلف على دكاترة الدنيا كلها عشان نعرف بس نجيب حتة عيل. فبلاش في لحظة غضب ندعي على العيل ونعيش طول عمرنا ندمانين على اللي احنا عملناه. فانا نفس الوضع بقول لكم، لان انا شفت كتير حقيقي، وشفت ان فعلا لما تبقى باب السما مفتوح وانتي مش عارفة ان في اللحظة دي باب السما مفتوح فيها في دعوة ممكن تخليكي تعيسة طول عمرك. ابعدوا عن ولادكم، ولادكم ديت يعني هما السند ليكم بعد ربنا لما نكبر، هما العكاز اللي احنا هنتعكز عليهم بعد ما نكبر. حافظوا على عيالكم وابعدوا تدعوا على عيالكم. حطوا لي بقى لايك كده في اول الفيديو واشتركوا في القناة. نفسي 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 كتير جدا تبقوا نكبر كده مع بعض. حطوا لي لايك وقولوا لي ايه رأيكم في اللي حصل، وهل فعلا انا كلامي صح ومظبوط، ولا هي بتبقى لحظة شيطان ولحظة غضب من بسبب ان الولاد بتعصب الواحد ومتبقيش قادرة تتعاملي معاهم. بصوا بقى، عملت شوية حاجات كده. بصوا اوضة النوم هي كانت نظيفة، بس انا حتى انا هتلاقوني ما غيرتش الملاية بتاعة السرير، والخشب اصلا كان متلمع. بس انا يا دوب يعني كان يوم الجمعة، معرفش بقى ان هينزلكوا يوم السبت، هينزلكوا الفيديو يوم الاحد على حسب ما اخلص مونتاج وكده يعني تظبيط الفيديو. فلمعت بس حاجات بسيطة كده في الأوضة وظبطت الملاية تاني من الأول. وبعد كده مسحت الأوضة وظبطتها ورجعت فل. يعني هي كانت أصلا نضيفة، بس مجرد يعني ترتيب مكان النوم وكده. زي ما انتوا شايفين أنا سبت الملاية زي ما هي. بعد كده كان عندي غسيل كتير جدا، حطيته، قلت احط دورة دلوقتي ولما واحدة دي تخلص يبقى ايه نعمل التانية. بعد كده بصوا يعني الشباك برضو كان متنضف، لان كل يوم يعني كده بعمل فيه، عشان برضو التراب بره حاجة صعبة مع دكانت بقى. انا قلتلكوا السمك تحتية والفراخ، فما شاء الله الريحة بتبقى زي الفل. فانا كده نضفت الشباك ولمعته، وهغير شويه كده في الانتريه. انا قعدت حوالي ساعه اودي شمال ويمين اودي شمال ويمين عشان اثبت على حاجه، وحتى اللي انا ثبت عليه مش مقتنعه بيه، بس حسيت ان المكان وسع شويه لغايه ما هشوف انا هعمل ايه في الانتريه ده. يعني معصبني كده، يعني الحجم كبير فمعصبني كده. فانا كنت عايزه حاجه كده صغيره كده ولما فربنا يسهل يعني. ادعولي كده بالخير، وان ربنا يرزق الواحد يعني كده، ويرزقني برزق محمد ويسترها معانا. حاولوا بقى يعني ايه تقولوا لي برضو رأيكم ايه في التعديل اللي حصل ده، وهل شكله يعني شكله مش مرتب، شكله وحش. المنظر العام مش احسن حاجة خالص، بس لعند ما نظبط. دلوقتي انا هكنس وكده. عايزه اقول لكم السجاد الهاند ميد ده اقسم بالله يعني تقيل، تقل بيوجع لي ظهري لما باجي اشيله. قلت بقى الم اكنس السجاده كده من قبل ما اشيلها، عشان لما اشيلها بتبقى نظيفه بدل ما اعمل بالمكنسه يعني. وغلطه عمرك وخدي بالك منها، لان انا اضطريت بعد كده المع الخشب تاني. لما تيجي تنضفي وهتكنسي بالمقشه، اكنسي الاول وبعدين يوبي يلمعي، انك انت لما تكنسي بعد ما تلمعي التراب كله بيطلع على الخشب تاني. فانا اضطريت تاني ارجع اعيد على الخشب من اول وجديد. خدت بقى البلاط كده سيراميك كده تنظيفه فل لما زي العسل كده، وابدا احرك الانتريه. وزي ما قلت لكم انا هستنى رايكم في الكومنتات وتقولوا لي المنظر العام ايه شكله ايه. هبدا اجيب الكنبه الكبيره ديت احطها هنا في الجنب. مم. الخشب تقيل وصعب جدا، فبتلاقي بياخد صعوبة رغم ان السجادة متشال المفروض يبقى فيه زحاليق كده. فالانتريه بقى ايه تقيل جدا في الحركة، فتيجي تحركيه شمال يمين بياخد مجهود جدا. فهنضف كده واظبط من وراهم برضو عشان ارجع الكنبة الصغيرة مكان الكنبة الكبيرة، ونشوف زي ما انتوا شايفين كده.
بقى المشكلة حصلت ان هنا بقى الكراسي نبدأ نحطها فين. فدي كانت حاسة برضو يعني بصوا الشكل العام مش احسن حاجة. قولولي برضو في الكومنتات ايه. حرك بقى الكرسي ووديه الناحية التانية وشوفوا الشكل هيبقى عامل ازاي. المشكلة بصوا ان الكراسي مجنحة، فهي دي اللي بتبقى عاملة المشكلة. انا كنت حطاها بالشكل ده وبعدين ايه لقيت المنظر برضو مش حلو، فقلت اخدها بورب كده شوية تشوفوها. بصوا هبدأ بقى ايه اعملها بورب. هرجع الكرسي التاني ورا العمود عشان احاول اخلي فيه مسافة في المكان، بحيث ان الترابيزه لما تتحط برضو يعني يبقى الواحد قاعد مرتاح. بصوا ده المنظر العام. هتلاقوا ان الكرسي اللي في الاخر كده ده حركته وخليته بورب كده، وده التاني. فحسيت ان المكان مش الطف حاجه، بس يعني لغايه ما اشوف هتعمل ازاي. وحسيت ان الصاله وسع كده والسجاده دي شاريها جديد. قولولي رايكم في السجادة هعمل ايه وشكلها لايق مع باقي الفرش ولا لأ. هنا بقى ايه كنت طبعا عارفين ان حوالين الشاشة كانت فاضية خالص، فانا عملت ديكورات كده ارفف كده شكلها شيك وجميل وعملية. فانا ايه قلت بقى نعمل لها شوية شقلبة كده وديكورات جميلة. جبت الديكور ده جميل جدا، كانت الواحدة عاملة 250. شكلها شيك جدا في على الارفف. كمان جبت لها فازة صغننة كده بيضة كمان، كانت الواحدة هنا ب35 برضو، على حسب ما بفتكر يعني الاسعار عشان اقول لكم الاسعار عاملة ايه. والفازة ديت كانت ب35 جنيه. وكمان جبت حرف الام، انا كنت ناوية اجيب الحرف بتاعي انا، بس طبعا ايه محمد بقى قال لي وانا بقى يا شيماء ومش عارفه ايه، قلت خلاص خليها محمد وروح جايبه له حرف الام ده حطيته له. وكمان سألت على الكتب اللي هي الديكورات، لقيت الكتاب الواحد عامل 80 جنيه. بصراحة قلت ما مش هستفاد منه حاجة، فقلت اجيب كتب استفاد منها واقراها. جبت نظرية الفستق، وجبت ازاي تعيش 24 ساعة مش عارفة ايه، وجبت كمان صباح استثنائي. صباح استثنائي. بصراحة جميلة، والواحد يقرا شوية ويستفاد، يعني يقرا يبقى مثقف شوية بدل ما اجيب كتب ديكورات وكده. وكمان جبت الشجرة دي كانت تقريبا حوالي ب60 جنيه او 70، في الحدود دي. والفازة الكيوت ديت كمان. وقلت كمان هعلق افرع النور زي ما انتوا شايفين. وده الشكل النهائي للمنظر. طبعا تحسوا كده بالدفى وتحسوا بالشتاء وليالي الشتاء، بان ما فيش شتاء قوي يعني، بس المنظر زي ما انتم شايفين جميل. اتمنى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتقولوا